برشا ناس تشوف المعدنوس مجرد رشة خضراء فوق الأطباق، يعني مجرد زينة. لكن اليوم باش نكتشفوا مع بعضنا السر اللي يخليه ذهب أخضر بالحق. كنز منسي ممكن يكون هو مفتاح صحة، واحد من أهم الأعضاء في الجسم. خلونا نتعمقوا في الحكاية. اسمعوا المقولة هذه وركزوا فيها مليح. ماهوش مجرد زينة فوق الصحن، المعدنوس هو الفلتر الطبيعي اللي يخلي الكلاوي تخدم كالموتور جديد. يعني الفكرة هذه بالذات هي اللي ممكن تغير نظرتنا للمعدنوس للأبد. لأجيال وأجيال تعاملنا مع المعدنوس كأنه عنصر ثانوي في المطبخ، مجرد رشة أخيرة قبل ما نقدم الطبق متاعنا. لكن هل هذا كل شيء؟ هل هو فعلا مجرد إضافة للشكل؟ فكروا فيها شوية. يعني صعب نتصوروا أطباقنا التونسية الأصيلة كما الطاجين والسلطة المشوية وحتى الكسكسي بالبوري من غير رشة المعدنوس هذه اللي بتعطي نكهة ولون. هو ديما موجود، أما قيمته الحقيقية مخفية على أغلبنا. وهنا نوصلوا لصلب الموضوع متاعنا. المعدنوس ماهوش مجرد عشبة، هو بمثابة صيدلية طبيعية، وخصوصا للكلاوي اللي هي كما نعرفوا الفلتر الأساسي للجسم. خلينا نتخيلوا انه فما طريقة نعملوا بيها فيدانج طبيعي للجسم كل يوم. هذا بالضبط اللي يعملوا المعدنوس. الكلاوي متاعنا تخدم ليل ونهار باش تصفي الدم، والمعدنوس بكل بساطة يعاونها في مهمتها هذه ويساهم في طرد السموم والأملاح الزايدة. باهي، كيفاش تصير العملية هذه بالضبط؟ السر الكل في إنه المعدنوس فيه مركبات طبيعية كما الأبيول والميرستيسين. المركبات هذه تخدم كمضر طبيعي للبول، يعني تساعد الجسم على التخلص من السوائل والأملاح المحبوسة فيه، والنتيجة وقاية من تكون حصوات الكلى المزعجة ومن الانتفاخ. لكن فوائد المعدنوس ما توقفش كان عند التصفية، لا، هو زاد محارب صامت وفعال ضد الالتهابات. فما برشا ناس تعاني من التهابات المسالك البولية. المثير للاهتمام هنا هو أن المعدنوس بفضل مضادات الأكسدة اللي فيه يمنع البكتيريا الضارة أنها تلصق على جدران الكلية والمثانة. يعني مش بس أكل بنين، لكن زاد وقاية ومناعة. وهذه المعلومة اللي ممكن تكون مفاجأة للكثيرين. لما نفكروا في فيتامين سي أول حاجة تجي في بالنا هي القارص، لكن الحقيقة هي أن المعدنوس يحتوي على نسبة فيتامين سي أعلى من الموجودة في القارص، قوة مناعية كبيرة ياسر في عشبة بسيطة كما هذه. لكن كما في كل شيء في التغذية، الحكمة ديما في التوازن. ورغم كل هالفوائد هذه اللي حكينا عليها، فما نقطة مهمة برشا لازم ننتبهوا ليها. المعلومة هذه ضرورية جدا. المعدنوس يحتوي على مركب اسمه الأوكسالات، وهذا المركب هو اللي خلينا لازم نفكروا مليح في الكمية اللي نستهلكوها. الشريحة هذه توضح الفكرة بشكل ممتاز. بالنسبة للشخص العادي اللي ما عندوش مشاكل صحية معينة، المعدنوس يعتبر رحمة ومنفعة. لكن بالنسبة للناس اللي أجسامهم عندها قابلية أنها تكون حصوات الكلى من نوع الأوكسالات، هنا لازم فما اعتدال. والأهم من هذا الكل هو استشارة الطبيب باش يحدد الكمية المناسبة. حسناً، بعدما فهمنا العلم وراء المعدنوس، كيف نجمون ندمج كل هالفوائد هذه في حياتنا اليومية بطريقة عملية وسهلة؟ خلونا نشوف بعض النصائح. هذه وصفة بسيطة جدا وفعالة باش الواحد يبدأ بها نهاره. عصير ديتوكس. الطريقة سهلة على الآخر. ناخذوا ربطة معدنوس نظيفة، نغليوها في لتر ماء لمدة 10 دقائق، وفي الآخر نزيدوا عصرة قارص. شرب كاس واحد في الصباح يعاون برشا على تنظيف الجسم وطرد السموم. وفما طرق ذكية أخرى، مثلا الرشة الذكية، وهي إنه نضيفوا المعدنوس ني بعد الطبخ باش نحافظوا على الفيتامينات والزيوت الطيارة متاعه. وعلاش لا نكونوا مبدعين، نجموا نجربوه في سموذي مع تفاح أخضر أو في سلطة تبولة على الطريقة التونسية تكون غنية بالمعدنوس. وفي النهاية الجملة هذه تلخص كل شيء. ما تستهينش بالرشة الخضراء، خطرها تنجم تكون هي الدواء. هذا تذكير قوي بأن أبسط الحاجات اللي في صحننا ممكن تكون هي اللي تحمل أكبر الفوائد الصحية. وهنا يجي السؤال اللي يطرح نفسه: كم مرة في الأسبوع يتم شراء ربطة معدنوس؟ وهل قيمته للكلاوي كانت معروفة ولا كان ينظر له كمجرد زينة؟ أكيد من المثير للاهتمام قراءة الآراء والتجارب المختلفة في التعليقات.